السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أولا مبروك للمنتخب المغربي بهذا الانتصار وهذا التأهل. علاش؟ لأننا كنا ننتظر صراحة هذه الفرحة التي لم نفرحها منذ سنوات كثيرة جدا. الرياضة تخلق الحدث، الرياضة تجمع الشعب المغربي، الرياضة قامت بما لم يقوم به منذ سنوات السياسيين المغاربة. برافو وليد الركراكي، برافو للمنتخب المغربي، لاعبين وتقنيين وأطر. برافو كذلك للجامعة الملكية المغربية التي أعطت الثقة ديالها لوليد الركراكي كإطار مغربي، تجاوزت عقدة الأجنبي التي دائما تراكمنا وتجعلنا دائما بين قوسين. هذه العقدة ديال الأجنبي والمدرب الأجنبي والتقني الأجنبي والسياسي الأجنبي خصنا نتجاوزوها في 2023، لأنه الأطر المغربية خاصة المهاجرة بالخارج هي أطر لها من المستوى التقني والعلمي والثقافي أن تسير في جميع المجالات. وهنا لا بد الإشارة إلى أن هذه رسالة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أتمنى أن تكون رسالة لجميع الإدارات وجميع الوزراء والمسؤولين بالمغرب على أن يعتمدوا على الجالية المغربية مقيمة بالخارج ومشاركتها إما من الناحية السياسية والاقتصادية. هذه المناسبة ما بغيتش أنا نتجاوزها إلا أنني نعبر على أولا الفرحة ديالي، وأرسل رسائل كذلك غير مشفرة للمسؤولين على أنه هناك أطر مغربية يجب أن تشارك في العمل السياسي والعمل الاقتصادي والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هنا إذا كان هذا الانتصار بطبيعة الحال جاء نتيجة هذا التكافل وجاء نتيجة الاعتماد على مدرب مغربي كان من كل سنوات قضاها بالخارج، وهؤلاء اللاعبين أغلبهم من الجالية. فهنا أشير على أنه وجب الآن الاعتماد كذلك من الناحية من ناحية المجالات الأخرى على الجالية المغربية التي تنتظر مثل هذه الفرص من أجل إعطاء ما يمكن إعطاء والمساهمة في تنمية البلد ديالنا الذي يحتاجنا جميعا. هنا أشير كذلك إلى رسالة أخرى، هو الاحتفالية الرصينة والرزينة التي عبرت عليها الجالية المغربية بإسبانيا. احتفالات جميلة جدا، احتفالات رائعة، احتفالات أبانت على المستوى التي عليه الجالية المغربية بإسبانيا، وهو شيء جميل جدا. احتفال كان رصين، احتفال كان بشكل محترم، وهذا ما كنت قصدته بالفيديو ديالي الأول التي طلبت منه وأرسلت رسالة للجالية المغربية المقيمة بإسبانيا على أن تعتمده. فألف مبروك للشعب المغربي، ألف مبروك بهذه المناسبة. أوجه كذلك رسالتي إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أن هذه الأفراح والمسرات التي نحن عليها الآن إلا بتلك السياسة الرشيدة الملكية التي يوجهها دائما إلى المسؤولين من أجل تطبيقها. ننجح في البعض وبطبيعة الحال نفشل في أشياء أخرى، ولكن أتمنى صادقا أن تكون البداية وأن تكون هذه الإرشادات المولوية يتم تطبيقها حرفيا، لأنها إرشادات تكون منطقية احترافية لها أسس واقعية. وبالتالي أتمنى أن أرى وطني في أجمل حلل، وأن أتمنى من وطني أن يكون في المستوى الدائم في المستقبل القريب. كذلك لا يسعني وأنا جد فرح أن أشير إلى أن المغاربة ينتظرون أفراح أخرى، ينتظرون أفراح في المجال الاقتصادي، أفراح في المجال السياسي، أفراح في المجال الحقوقي، وأفراح في مجالات أخرى. أتمنى صادقا
أن تكون هذه البداية، وأن يعني تستغل بشكل ذكي هذا الانتصار وهذه المباراة، يعني تستغل بشكل كبير من أجل تخطي كل المآسي وتخطي كل يعني المشاكل العالقة. أتمنى أن أكون موفقا في هذا الفيديو، وأكون يعني فيديو قصير مباشر، ويعني التقطه المواطن المغربي كما والتقطه المسؤول المغربي بشكل سريع ومباشر وغير مبهم. في انتظار يعني فيديوهات مستقبلية إن شاء الله، وتكون دائما كلها فرح ومسرات. أتمنى لكم التوفيق والسداد.